عارف ايه اسهل عظمه بتتكسر في جسمك كله؟ محتاجه قوه 3 كيلو بس عشان تتكسر. ايوه، هي عظمه الترقوه. تعال احكي لك. العظمه دي متقسمه 3 اجزاء، الجزء الداخلي والجزء اللي في النص والجزء الخارجي، واحنا النهارده هنتكلم عن الجزء الوسطاني ده لانه لوحده مسؤول عن 80% من كسور الترقوه. عارف ليه؟ لان العظمه في الجزء ده بتكون رفيعه جدا ومفيش عضلات حواليها تحميها كويس، فمش محتاجه انك تتخبط في كتفك بشكل مباشر، مجرد وقعه بسيطه على ايدك كفيله انها تكسرها. طب ولما بتتكسر، العضلات اللي ماسكه في الطرف الداخلي بتشد الكسر لفوق، والعضلات اللي ماسكه في الجزء الخارجي ووزن الدراع نفسه بيشد الكسر لتحت، وده اللي بيخلي الكسر اطرافه تبعد عن بعض زي ما انت شايف قدامك كده. طب والعلاج؟ كسر الترقوه ليه حلين، يا اما نعمل عمليه يا اما نلتزم بالعلاج التحفظي. طب امتى بنعمل ده وامتى بنعمل ده؟ الاساس في معظم الحالات ان احنا بنعتمد على العلاج التحفظي، بنريح دراع المريض وبنعتمد ان الجسم يلتئم لوحده، لكن بنلجا للعمليه لما بنلاقي حاله من الحالات اللي جايه دي، لو في قصر في العظمه اكتر من 2 سم، او لو الكسر متحرك جدا وضغط على الجلد او الشرايين او الاعصاب اللي حواليه، او لو في كسر تاني في عظمه لوح الكتف مع كسر الترقوه، او لو الكسر متزحزح عن بعضه بنسبه اكبر من 100%. ساعتها بيبقى لازم ان احنا نعمل عمليه، والعمليه بتكون ان احنا بنثبت الكسر بشرايح وبمسامير. وبالنسبه للرياضيين الشباب، العمليه بتدينا وظيفه كويسه جدا للدراع وبتقلل قوي من المضاعفات. يعني مثلا نسبه حدوث عدم التئام بتقل من 15% في العلاج التحفظي ل 1 او 2% بس لو عملنا عمليه. خلي بالك لو كان مطلوب لك عمليه وانت ما عملتهاش، ده ممكن ياثر على شكل او وظيفه الدراع، وطبعا هيقلل من قوته. وفي شكوى بنلاحظها كتير لو المريض كان محتاج عمليه وما عملهاش، ان هو ما بيعرفش يشيل شنطه باك باك او كروس، لان هي بتبقى ضغط على العظم. وبرغم المزايا الكتير للعمليه، الا ان عيبها الوحيد ان الشريحه اللي بتتركب للمريض بتكون قريبه جدا من الجلد، وناس كتير بتحس انها مضايقاها بعد الجراحه، فبنشيلها بعد الالتئام لو المريض حابب. ولو وصلت معايا لحد هنا فخلي بالك من الترقوه بتاعتك، واستنى الريل اللي جاي اللي هنتكلم فيه عن باقي كسور الترقوه. ودمتوا دايما في حركه وصحه.